تاني دافع بيطلع من فترة الطفولة. الطفل كده ان هو عارف هو عايز ايه، وعنده القدرة ان هو يقول لا، وعنده القدرة ان هو يفرق بين الحاجة اللي هو محتاجها والحاجة ان هو مش محتاجها. بيعتبروه كده زي ريد فلاج، وبيبتدوا يترجموا الاستحقاق ده او كلمة لا دي على انه هيطلع انسان اناني، شخصية انانية. فبالتالي بيبتدوا يعملوا ايه؟ بيبتدوا ان هم يمدحوه جدا طول ما هو بيقول نعم وحاضر، وبيشارك حاجته مع الناس اللي حواليه، ويبتدوا ان هم يذموه او يعنفوه لو ابتدى ان هو يقول لا، او يقول انا مش هقدر اعمل كده دلوقتي. الطفل بيطلع عنده كده ترجمه ان كلمه نعم هي دي الكلمه الصح المفروض تتقال، وكلمه لا ديت بتدل على ان انا شخص اناني وشخص مش كويس. في الحقيقه ان هنا لازم اوجه رساله لاي اب وام ان هم لازم يعرفوا يفرقوا بين فكره ان انا كطفل عندي استحقاق لذاتي، ودي حاجه مطلوبه جدا، وبين ان انا شخص اناني. بنقول امتى ان انت شخص اناني؟ لو تلبيه احتياجاتك بتبقى مبنيه على استغلال وتلبيه احتياجات الاخرين. يعني طول الوقت انا بستغل الشخص اللي قدامي وبستغل احتياجاته عشان البي احتياجاتي انا. هنا دي انانيه ودي صفه سيئه. لكن لو طول الوقت انا عارف بس انا عايز ايه، وطول الوقت انا كده عارف ابني لنفسي حدود وعندي استحقاق لذاتي، فهنا دي مش انانيه. ولو هنسميها انانيه يبقى هنا قليل من الانانيه مطلوبه جدا.